مرحبا، يسعد أوقاتكم جميع. معكم رافي النحلاوي. اليوم حبيت شارككم من مطبخي طريقة تحضير السمبوسك بطريقة كتير سهلة وفعلا بتطلع كتير ظريفة مثل المطاعم وأحلى كمان. تابعوا معا مني لألكم كيف طريقة تحضيرها. بالنتيجة بنحصل على عجينة هشة وطرية وحشوة فعلا طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا أول خطوة نحن حنحضر العجينة. بالنسبة لعجينة السمبوسك كتير سهلة وغراضها موجودة بكل بيت. هون أنا في مع مني 3 كاسات من الدقيق اللي هو الطحين، ويفضل نكون ناخلينه لأنه نخل الطحين بيعطينا نتيجة أفضل للعجين. هلا رح أنزل عليهم بمعلقة من السكر ومعلقة من الملح ورشة فانيليا، بالإضافة لمعلقة ونص من النشا. أنا قدرت لكل كاسة طحين نص معلقة من النشا، هون حاطة 3 كاسات لحط لهم معلقة ونص من النشا. وهلا بحرك المكونات الجافة مع بعضها. النشا بيعطينا قرشة كتير ظريفة للعجينة. أنا هون محضرة كاسة من المي بدها تكون فاترة، لا سخنة ولا باردة، بس ما رح أنزل فيها دفعة واحدة، رح أنزل بشكل تدريجي وحرك وضل أعجن عجينتي وبشوفها إذا بتكتفي بكاسة مي أو ممكن أعتاز أكتر شوي أو أقل من الكاسة بشوي، حسب نوع الدقيق هو اللي بيتحكم فينا بكمية المي. وهلأ بعجنها بإيدي ورح ضل أعجن فيها لحتى تتماسك مع مني العجينة وتلم كلياتها. وكل ما عجننا العجينة أكتر كل ما أخذنا نتيجة أفضل. وبعد ما لمت مع مني كلياتها، شوفوا بهالطريقة هاي ضليت عم أعجن فيها مثل ما قلتلكن. سر نجاحها إنه نضل عم نعجنها أقل شي 5 دقايق أو 6 دقايق، منضل هيك بندعك فيها. وهلأ رح حطلها شوي من الزيت النباتي، قدر معلقتين تقريبا، وبدعكها دعكة خفيفة وبتكون جاهزة مع مني. بحطها بطبق جنب مني وبغطيها وبتركها لمدة نص ساعة لترتاح العجينة لبين ما أحضر الحشوة. وهلأ حضرت مقلاية حضيف عليها معلقة ونص كبار من الزبدة، بشغل النار وبستنى على الزبدة لتسيح. وصدقيني إذا بتتبعي هاي الطريقة بتحضير الحشوة بتطلع مع منك حشوة الجبنة فعلا كتير طيبة وبتطلع جبنة مطاطية. وأنا بفضل إنه نستخدم الزبدة ما نستبدلها بالسمنة أو الزيت، لأنه الزبدة بتعطينا طعم كتير مميز للجبنة. وبعد ما دابت الزبدة رح أنزل بمعلقتين كبار من الدقيق وحركهم، بس مننتبه إنه ما نحرقهم. وهلأ بعد ما تأكدت إنه تحمص الدقيق مع مني رح أنزل بكاسة كبيرة من الحليب مع التحريك المستمر. وأنا عم حرك رح أضيف رشة من الملح، بس انتبهي انتي إذا الجبنة اللي بدك تضيفيها مالحة لا تحطي ملح، بالإضافة لرشة فانيليا. وبضل تحريك مستمر لحتى أتأكد إنه الخليط يتماسك مع مني، والنار بدها تكون متوسطة. وهلأ بضيف الجبنة الموزاريلا، وبفضل إنها تكون موزاريلا لأنها بتعطينا مزيج كتير طيب وبتطلع النتيجة معنا مزبوطة. بضل بحركها لحتى أحس الخليط إنه كله تماسك مع مني وأتأكد إنه الجبنة دابت. وبعد ما تأكدت إنه الجبنة دابت بضيف معلقتين من حبة البركة، بتعطيها للحشوة طعم كتير مميز. وبعد ما ضفت حبة البركة بطفي النار وبضل هيك عم حركها شوي. شوفوا كيف طلعت ما شاء الله، شوفوا مطتها هيك لازم تكون النتيجة طالعة. وهلأ بنسكبها بصحن وبننتظر عليها لتبرد، ما بنستخدمها بالحشوة لحتى نكون متأكدين إنها باردة. وهلأ بعد ما تأكدت إنه الجبنة بردت رح أبتدي تشكيل بالعجينة. أول خطوة رح أحضر مادة اللزق اللي بدي لزق فيها العجينة. رح جيب زبدية صغيرة وحط فيها معلقتين من الدقيق وضيف عليهم شوية مي وحركهم وتأكد إنه الدقيق داب مع مني. وهلأ بطلع العجينة بحطها هون قدام مني بظبطها هيك. شوفوا كيف طالعة ما شاء الله، والله عجينة هشة وطرية بتاخد العقل. وهلأ بقسم منها قطعة مشان اشتغل فيها، والباقي بتركه بقلب الزبدية وبغطي. وهلأ برش رشة طحين وبرق العجينة وبمدها بالشوبك حتى أقدر شكلها. بعد ما فردت العجين بجيب سكينة وبقطعها بشكل مستطيل حتى يسهل علي تشكيلها. وهلأ رح ابتدي حط حشوة الجبنة على العجينة. شوفوا الجبنة بعد ما بردت كيف تماسكت وما أحلاها.
مادة اللزق اللي حضرناها، بعملها تحريكة بالمعلقة وبجيب فرشاية وبدهن أطراف العجين بهاي الطريقة. وهلأ منمسك العجينة من هذا الطرف ومنقلبها فوق الحشوة ومنحاول نجيب الأطراف على بعضها ومنضغط عليها هيك بإيدنا بهاي الطريقة. وهلا رح قطع القطع عن بعضها. فيك تستخدمي أي شي متواجد عند منك تقطعي فيه. أنا رح استخدم هاي القطاعة تعطينا شكل كتير حلو. وهلا بعد ما خلصت من تقطيع القطع رح ادهن وش القطعة بهاي الطريقة مشان اقدر احط عليها حبة البركة وتلزق ما تغلبني وانا عم بقليهم. وهلا بحضر صينية برش عليها شوي من الطحين وبصف القطع فيها وبكمل كمالة الكمية بنفس الطريقة. بس نخلص من تحضير العجينة، إذا زاد معنا حشوة من الجبنة منجمعها بمطبقية أو علبة ومنحتفظ فيها بالثلاجة لمدة يوم أو 2 منستخدمها، وإذا كان الوقت أطول من هيك منرفعها على الفريزر ووقت بدنا نستخدمها مننزلها قبل بوقت ومنلاقيها جاهزة للاستخدام. وبنفس الوقت أنا عم حضر تبولة لأني كتير بحبها مع البرك. وبالنسبة لطريقة تحضير التبولة بتلاقوها موجودة على قناتي، رح اترك لكم رابطها بصندوق الوصف. وهلأ منحضر زيت نباتي مننتظر عليه ليحمى مشان ننزل قطع البرك ونقليها، ومنحاول نخلي النار متوسطة ونحافظ عليها باللون الذهبي. وبنفس الوقت وأنا عم بقليهم عم بقلي قدام منهم بطاطا مقلية. هيك يا جماعة الموضوع بيصير خطير، تبولة وورك وبطاطا موضوع لا يقاوم. وهيك حبايبي وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، وصارت السمبوسك جاهزة للتقديم. اللهم بارك لنا بما رزقتنا، وإن شاء الله صحة وهنا. وإن عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وشير، تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل شي جديد. تابعوني على الفيس والإنستغرام. سلام.